قاتل متسلسل بيعمل جرائم مستحيل تتشرح علميا، والشرطة بتكتشف انه مش بيهرب في الشوارع، ده بيهرب بالزمن. لو عايز فيلم فكرته جديدة تسهر عليه النهارده، تابع قائمة الافلام دي للاخر. النهارده انا جايب لك الجزء الثاني من سلسلة افضل افلام الخيال العلمي اللي موجودة على نتفليكس، ولو فاتك الجزء الاول هتلاقيه في الاي اللي فوق، وهسيبه لك في الوصف. انا مصطفى روبي، ودي قناة رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدأ. رقم 10 Subservience. Daddy, can we get her, please? Should I prepare dinner? Not the same as Mom. You smile and my heart will have quite its own desire. Imagine how upset Nick would be if you die. What's wrong? She won't live long, Nick. But I figured out a solution. بنبدأ بالرعب التكنولوجي مع أب بيمر بظروف صعبة ومراته في المستشفى، فبيقرر يشتري إنسان آلي متطور جدا على شكل واحدة ست عشان تساعده في شغل البيت وتربية الأولاد. الروبوت في الأول بتبان إنها ملاك، لكن فجأة بيبدأ يتطور عندها هوس غير طبيعي بالزوج وعيلته، وبتبدأ تتحكم في البيت وتخلص من أي حد تشوفه بيمثل تهديد ليهم. الفيلم رعب نفسي تكنولوجي هيخليك تشك في الموبايل وأي حاجة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي موجودة معاك في البيت. رقم 9 كود 8. Hands away from your body now! Everybody face down now! My mom's sick. I need money. How good is that Electra? You're home. He's strong. Been tracking this one Electra across multiple crimes. Targets are online. Execute. تخيل تعيش في عالم فيه بشر عندهم قدرات خارقة، بس بدل ما يكونوا أبطال المجتمع بيخاف منهم وبيضطهدهم وبيعاملهم كمنبوذين. بنتابع قصة شاب يائس عنده قدرات كهربائية، بيضطر يدخل عالم العصابات والعمليات غير القانونية عشان يجيب فلوس لعلاج أمه المريضة. الفيلم أكشن وخيال علمي سريع، وفي صراع رهيب بين أصحاب القدرات دي وقوات الشرطة المتطورة اللي بتطاردهم بطيارات وروبوتات مرعبة. رقم 8 سبيس مان. How are you feeling? I'm sure she's looking forward to having you home safe and sound. He's not doing well. He misses his wife. Do not be afraid. I'm losing my mind. I wish to assist you in your emotional distress. I don't need your help. What do you do? الفيلم ده لعشاق الغموض النفسي والفلسفي. رائد فضاء بيقضي شهور طويلة لوحده في مهمة انتحارية على أطراف النظام الشمسي مع العزلة والضلمة. بيبدأ يشك في حياته وجوازه ووجوده كله، بس الإثارة بتبدأ لما بيكتشف إن في كائن فضائي غريب وعقرب عملاق مستخبي معاه في السفينة. الغريب إن الكائن ده مش جاي يقتله، ده جاي يدخل جوه عقله ويساعده يفهم أفكاره ويدوج روحه النفسية. رقم 7 In the Shadow of the Moon. It's a normal, boring shift. Too much to ask. 3 random victims with times of death and minutes apart. Bodies are miles apart. How's that work? Today marks the 9-year anniversary of the Market Street murders and a still unidentified suspect. لعشاق السفر عبر الزمن والألغاز اللي بتحير العقل، ضابط شرطة بيجيله هوس بمطاردة قاتل متسلسل، جرايمه بتحصل بطريقة مستحيل تتصدق أو تتشرح علميا. القضية دي بتقعد معاه لعقود وسنين طويلة من عمره، وكل ما يقرب بيكتشف إن القاتل ده بيمشي بالزمن لورا، وإن الموضوع ده وراه مؤامرة ضخمة جدا ممكن تغير مستقبل البشرية كلها. فيلم غموض من ليفل عالي مش هتقدر تقف فيه دقيقة. رقم 6 Extension. Another nightmare. Sleeping okay? I think these dreams are the future. It's an invasion. If we stay here, we die. أب بتجيله كوابيس مرعبة ومتكررة كل يوم. في الكوابيس دي بيحلم إن عيلته بتموت والشر بيملى المكان، والكل فاكر إنه مريض نفسي، بس الكابوس بيتحول لحقيقة فجأة لما بيحصل غزو فضائي حقيقي ومرعب للأرض، وهو بيجري عشان ينقذ عيلته وسط الانفجارات والموت بيكتشف حقيقة صدمة عن نفسه وعن طبيعة الحرب دي هتشقلب أحداث الفيلم 180 درجة. التويست اللي في الفيلم ده بجد عبقري ومحدش هيتوقعه. رقم 5 The Cloverfield Paradox.
Whatever you're doing, stop. مجموعة من العلماء على محطة فضاء بيجربوا جهاز تجريبي عشان يحلوا أزمة الطاقة على كوكب الأرض، لكن التجربة بتروح في داهية وبتعمل كارثة بتخليهم يتحبسوا في واقع بديل وموازي، واقع مليان بأحداث مرعبة وغامضة وتصرفات من أبعاد تانية مستحيل العقل البشري يستوعبها. الفيلم حبس أنفاس وتوتر في الفضاء وممتع جدا للي بيحبوا العوالم الموازية. رقم 4 سبكترال. It's gonna be up to you to figure out how to stop this. Tell him to pull out right now. All units evacuate now! There! فريق من القوات الخاصة بيتم إنزاله في منطقة حرب مدمرة، بس الصدمة إنهم مش بيحاربوا بشر، دول بيواجهوا كائنات طيفية خارقة للطبيعة مش بتتشاف بالعين المجردة وبتقتل الجنود في ثانية بلمسة واحدة. الجيش بالتعاون مع العلماء بيبدأوا يعملوا أسلحة ونظارات خاصة عشان يشوفوا الكائنات دي ويفهموا هم إيه وجايين منين. ميكس الأكشن العسكري مع الخيال العلمي في الفيلم ده معمول بطريقة بصرية رهيبة. رقم 3 هولو مان. Ready for you. Are you sure? Positive. Here goes nothing. So, what's it like being a ghost? Ghosts are dead. I'm very much alive. Why did you have to go out in public? You have no idea what it's like. The power of it, the freedom. بالرغم من انه فيلم كلاسيكي بس نزل على نتفليكس ومكسر الدنيا. عالم عبقري ومجنون بينجح انه يخترع مصل بيخفي الكائنات الحيه وبيقرر يجرب المصل ده على نفسه وبيتحول لراجل خفي، بس الصدمه ان الاختفاء ده بيلعب في عقله وبيحول قوته لهوس وجنون وضميره بيموت تماما وبيتحول لكابوس مرعب لاصحابه في المعمل اللي بيلاقوا نفسهم محبوسين مع قاتل خفي هم مش شايفينه وما يعرفوش خطوته الجايه ايه. رقم 2 لاف اند مونسترز. I'm gonna come find you. I've been scanning for Amy the entire time. And now I finally found her. Joel! Hey! Joel! Amy, is that you? Oh my god! Hey! Kill him. Don't fight. Just run and hide. Okay. You all alone? Me too. You don't have to talk about it. بعد ما كويكب ضرب الارض والكيماويات خلت الحشرات والحيوانات تتحول لوحوش عملاقه ومتحوره، البشر اضطروا يعيشوا تحت الارض في مخابئ سريه. بعد 7 سنين شاب بيقرر يخرج من المخبأ الامن بتاعه ويمشي مسافه 80 ميل وسط وحوش قاتله عشان يوصل لحبيبته القديمه. الفيلم رحله ممتعه بصريه وفي كميه كوميديا ووحوش مرعبه ومبتكره هتخليك مستمتع بكل لقطه. رقم 1 ذا ادم بروجكت. Stop the car. What? What? Stop! Go, 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 go. Reverse. So 2050, is it really bad? It's not great. Find him. في المركز الأول النجم رايان رينولدز في واحد من أمتع أفلام السفر عبر الزمن. طيار من المستقبل بيخترق حاجز الزمن وبيهبط اضطراريا في الماضي سنة 2022 وهناك بيقابل نفسه وهو لسه طفل عنده 12 سنة. الاتنين بيضطروا يتحدوا مع بعض ويواجهوا أعداء من المستقبل عشان ينقذوا العالم وفي نفس الوقت بيصلحوا ذكرياتهم مع والدهم المتوفي. الفيلم ميكس عبقري ما بين الكوميديا والأكشن المستقبلي والمشاعر اللي هتلمس قلبك. ودي كانت نهاية الفيديو للجزء الثاني من سلسلة أفلام الخيال العلمي اللي موجودة على نتفليكس. قولي في الكومنتات أنهي فيلم عجبتك فكرته هتتفرج عليه، واعمل لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن عالم السينما والأفلام أول بأول. أشوفكوا على خير.